السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله. دلوقتي أنا جاي أتكلم معاكم عن كاميرات المراقبة. كاميرات المراقبة هما نوعين أو طريقتين للشغل. طريقة سيستي في ودي هتبان لكم دلوقتي. كاميرا السيستي في ودي هتبان لكم دلوقتي. وفي كاميرا تاني اسمها اي بي ودي هتبان لكم هنا دلوقتي. تمام. الكاميرات ديت بتختلف عن بعضها والوظائف بتاعتها بتختلف برضه. تمام. دلوقتي في ناس بتقول على الكاميرا السيس تي في اتش دي، ده مش صحيح. هتقول لي مكتوب على الكرتونه بتاعتها، الكرتونه هتبان. تمام. هتبان فوقيها هنا اهو. بس هي دلوقتي الكرتونه الشركه كاتبه عليها كده اهوت، لكن هي اسم الكاميرا اساسا علميا سيس تي في مش اتش دي. تمام. وبالنسبه للكاميرا الاي بي، الكاميرا الاي بي ديت ليها شغل معين غير الشغل ده خالص. الكاميرا السيس تي في ديت بتشتغل على دي في ار، لكن الكاميرا ديت الاي بي بتشتغل على جهاز ان في ار. تمام. ده كان موضوعنا النهارده، ويا ريت الناس بس تبطل افتكاسات عشان خاطر برضو العميل لما بيجي يسأل. فهي الموضوع كله بيكون شامل السيستم السيستي في او سيستم اي بي. تمام. السيستم السيستي في دوت هيجوز دلوقتي كامل، اللي هو السيستم مثلا الافتراضي بيكون 4 كاميرات وجهاز الدي في ار والهارد والباور بتاع الكاميرات. تمام. وطبعا مشتملات الدي في ار اللي هو الماوس والادابتر والكلام دوت كله اللي بيكون داخل الكرتونه. هنيجي على الوصلات. الوصلات بيركب لها بي ان سي. الكاميرا اس اس تي في ديت بيركب لها وصله بي ان سي ووصله باور دي سي، هيبان لكم هنا برضو دلوقتي. تمام. لكن الكاميرا الاي بي بتشتغل على سلك لان، سلك الانترنت. تمام. وبتشتغل على سويتش. يعني في الكاميرات الاي بي في جهاز ليه كذا مدخل، وفي جهاز بمدخل واحد بس. هيبان لكم هنا اهوت برضه الجهاز دوت والجهاز دوت الاي بي ما بيركبلهوش غير سلك لان. لكن السيستي في بيركب لها وصلتين عشان خاطر وصله للباور ووصله للرؤيه. تمام. عشان خاطر الناس بس اللي مش فاهمه تفهم. ده كان كلامنا عن حلقه نظري. تمام. ده كلام نظري مش عملي. وقت ان شاء الله اجهز لكم فيديو تاني ان شاء الله بالعمل، عملي على كاميرات السيس تي في. وهحاول اجيب كاميرا اي بي نشتغل عليها برضو عشان خاطر اعرفك تأرج السلك ازاي، واني لون يتحط في البنه بتاعته، وترتيب السلك يكون مظبوط. دلوقتي في الكاميرا الاي بي برضو بتتوصل بالكاميرا للسويتش ومن السويتش للان في ار. تمام. وفي كاميرا بتاخد على طول من الكاميرا لحد الان في ار. في ان في ار بمداخل الدي في ار كده هو مدخل 4 ومدخل 8 ومدخل 16. وفي الاي بي برضو نفس الكلام 4 و8 و16. وفي ان في ار برضو بمدخل واحد بس دوت بيشتغل على السويتشات. تمام. برضو ليه عدد كاميرات محدود بس بيخش له سلك لان واحد بس من السويتش. بتجمع 4 كاميرات مدخله مثلا، بتجمع ال4 كاميرات دولت على سويتش، وبتاخد من السويتش فردة واحدة تدخلها على الان في ار، ومن الان في ار تبدأ تعرف في الكاميرات، تبدأ تستضيف الكاميرات عندك على الشانل بتاعتك
او على المكان بتاعك. تمام. وبتشتغل على باور لوحدها، غير السيستم فيه خالص. دي كاميرا ودي كاميرا، دي ليها شغل ودي ليها شغل، دي فيها داخلي وخارجي ودي فيها داخلي وخارجي. تمام كده الكلام. يا ريت لما نبتدي نشتغل او نركب كاميرات نجيب براندين. سيبك بقى من اي انواع تاني، عشان انا الفيديو اللي فات قلت لكم هذكر لكم اسامي براندين بس اللي انتوا تشتغلوا عليهم، سواء في الاي بي او سواء في السيس تي في. البراندين دولت او النوعين دولت هم ايه؟ نوع اسمه هيك فيجن، تمام، ونوع اسمه هايلو. بالمناسبة يعني هما الاتنين شركة واحدة، تمام، بس بنفس يعني الهيك فيجن لو السيستم مثال سيان مثلا هيتكلف 2000 جنيه، لا الهايلوك هيتكلف 1700. بقول سيان او مثال مش حقيقي يعني. يا ريت بقى ان شاء الله تشتركوا معانا عشان كل معلومة بإذن الله توصل لكم. بإذن الله، بإذن رب كريم، نبدأ نشتغل في الحلقات اللي جاية إن شاء الله برضو عن الكاميرات المراقبة. وإن شاء الله الحلقة اللي جاية هتبقى عملي، أعرفك توصيل الكاميرا للشيلد إزاي. يعني الشيلد أهو، الشيلد اللي هو دوت هيبان لك دلوقتي هنا أهو، أعرفك بالظبط توصله إزاي. تمام. وهي الوصلة هتركب عند الدي في ار برضو، البي ان سي ديت اللي هي هتظهر لك هنا برضو، هي نفسها هتركب على الدي في ار بتاعك. لكن لو ان في ار تبقى ديت الكاميرات ديت اي بي وليها سلك انترنت بس. يا ريت برضو اللي يشتغل في الكاميرات الاي بي يشتغل على سلك نضيف عشان خاطر العميل يكون مرضي وانت تكون مرضي وخدت فلوسك منه والدنيا تمام. ويا ريت يا جماعة أي حد شغال في مجال الكاميرات المراقبة يا ريت يهتم بالصيانة. الصيانة دوت شيء أساسي. الكاميرا كده كده هو هتركب عند الزبون، عند العميل كده كده هو هيحصل لها صيانة، فاحنا لازم نشتغل بما يرضي الله عشان خاطر ربنا يبارك لنا في رزقنا وفي شغلنا. يا ريت يا جماعة أي حد بيختلف في الشغل، أي حد بيعمل أي غلطة في الشغل، يا ريت يعني لو الشغلانة هتقعد ساعة ما فيهاش حاجة لما تكون ساعة ونص. تمام. عشان خاطر الشغل بس يصبح شغل نضيف، ما يجيلوش أعطال كتير. يا ريت نشتغل على البراندين دول بس. في ماركات تانية نازلة والله ما ليها أي لازمة، ولا في الأي بي ولا في السيس تي في يعني، ولا ده ليه لازمه في يعني البراندات السيئه اللي احنا كنا بنتكلم عليها الحلقه اللي فاتت. بلاش نشتغل في الكاميرات السيئه. تقول لي عشان العميل مثلا عاوز كاميرات اقتصاديه، كاميرات على قد ايده. طب ماشي، ما فيهاش حاجه طالما العميل دفع مثلا 5000 جنيه، ما فيهاش حاجه لما نزود 1000 جنيه كمان وتجيب له براند نضيف زي هيك فيجن او هاي لوك. انا كفني ما بشتغلش غير البراندين دولت، غير لما اكون جاي صيانه عند عميل. تمام. اجي صيانه عند العميل يقول لي هو ايه مثلا البراند ده كويس، البراند ده مش كويس، الكاميرات مش بكون انا ايه مركبه. بس عامه يعني انا بحب اقول الصراحه، مش بحب اكذب في الشغل. لو البراند دوت كويس اقول له حضرتك البراند ده كويس، لو البراند ده سيء اقول له حضرتك انا اسف معلش على الكلمه اللي انا هقولها لك، البراند ده سيء مش كويس. فهو دلوقتي يا جماعه يا ريت اخواتنا الفنيين المهندسين ما يستخسروش في الشغل. يا ريت نشتغل بخامات نضيفه، يا ريت نجيب شغل نضيف، يا ريت نشتغل باحسن البراندات عشان خاطر الشركات التانية ديت تهتم بالجودة بتاعتها. زي ما في كاميرا يو ان في هتظهر هنا دلوقتي، الكاميرا ديت عميل جايبها 5 ميجا صوت وصورة ألوان ودنيا جميلة، قعدت عنده بالظبط 8 شهور. السيستم كله الجودة بتاعته قلت، الجودة بتاعته قلت بالحرف، الجودة بتاعته قلت. فاحنا الباشمهندسين أو الفنيين
نشتغل بحاجات كويسة، بمنتجات كويسة، منتجات معروفة، عشان خاطر لو في أي ضمانات في أي حاجة بعد كده في الشغل تقدر تسترجع معاك مع الشركة، تقدر تبعت للشركة لينك. لكن دلوقتي بعد احترامي لأي فني، أنا بفك باسوردات جميع البراندات إلا هيك فيجن هيك فيجن لازم آخد منه السوفت بتاعه أبعته للشركة عن طريق ميل، والشركة بتبعت لي ميل تاني في الباسورد وفي الداتا الجديدة. فيا ريت يا جماعة بعد احترامي لأي حد، لأي مهندس أو لأي فني، اعتمد الشغل المظبوط واشتغل شغل مظبوط. لو الشغلانة مثلا هتكلف 10,000، ما فيهاش حاجة لما نزود 1000 و1000 ونص عشان خاطر الشغلة تطلع مظبوطة. أنا بالنسبة للبراندات، للكاميرات اللي هتركبها 4 كاميرات، 6 كاميرات، 10 كاميرات، 20 كاميرا، حسب شغلة. بس أنا بقول لكم يا ريت نهتم بالشغل يا جماعة، عشان خاطر أنا بخش شغل والله صيانة بصراحة ربنا، والله بدعي على اللي كان شغال قبلية، عشان خاطر يعني حتى الشكرتون بيستخسروا في الشغل، بيديها لفتين لفتين ونص والموضوع خلص. لا طبعا، عشان خاطر الحاجات ديت بتتقابل بعوامل جوية، وبتتقابل بمطر، وبتتقابل بشمس. لازم نظبط الشكرتون في الشغل، لازم. بس برضو ما تبقاش مثلا شكلها وحش مثلا او كده، لا احنا بنحاول نهتم ونوزع الخامات على الشغل، بحيث اللي هي ايه برضو تبقى طالعه شكلها لطيف وشكلها نزيه. تمام. يا ريت نهتم بالشغل بتاعنا، ويا ريت اللي ما عملش لايك يعمل، ويا ريت اللي عجبه موضوع النهارده اعمل سبسكرايب، تابع معانا وفعل الجرس واعمل اشتراك في الصفحة لو انت مش عامل. وكان معكم بلال شمعة من احد صفحات بلال شمعة للتقنية. السلام عليكم.